يعني ذكرت أخونا سعادة وزير المجلسين قوية ما شاء الله يتذكر، لكن احنا نتذكر أن اقتراح القانون اللي اقترحته الأصالة بخصوص تنظيم سكن العمال والعزاب عرض على هذا المجلس، وكان بطلب من الحكومة بإرجاعه لمزيد من الدراسة ولمزيد من التوافق، لأن هناك يعني قانون يصاغ في الحكومة سوف يعاد، فعلى أساس من باب التنظيم احنا ناقشناه، ولكن جاء الطلب من الحكومة إرجاعه إلى لجنة الخدمات. بداية القضية أو المشكلة مشكلة قريبة سعادة الرئيس، وهي تكمن في قضية الفري فيزا اللي احنا نقول مهدودين. هذه كلها آثار، احنا لو نحل مشكلة الفري فيزا انحلت المشكلة كلها. هو كفاية أن هناك اعتراف من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أن هناك مشكلة، ولكن لابد هناك حلول جذرية. شكاوى كثيرة حقيقة من الأهالي في كل مناطق البحرين، ليس هناك استثناء من المناطق. المشكلة تكمن مع احترامي إلى رد سعادة وزير العمل، كلامك سليم وصحيح، ولكن هناك تقاذف فعلا، هناك تقاذف في المسؤولية بين الوزارات المعنية في الدولة. حقيقة لما كنت في الدور الأول في لجنة الخدمات اجتمعنا مع وزير العمل السابق، ولكن ما وجدنا حل. وزير العمل السابق قذفها إلى وزارة الصحة البلديات الداخلية. طيب ما هناك لجنة تنسيقية في ذلك؟ أنا قدمت حقيقة اقتراح بالمعاونة مع إخواني أصحاب السعادة النواب، بحيث أن الاقتراح يكون هناك ترخيص لجميع سكان أو لجميع سكن العمال العزاب في المناطق الأهلية والشعبية، بحيث هناك ترخيص من الجهات المعنية في الصحة، في العمل، في البلديات الداخلية. يعني ما يرضينا حقيقة المشكلة يعني تخرج بين يوم وآخر، هني حريجة، هني بيت سقط، هني صارت مشكلة. هذه كلها تشوه سمعة البحرين. القوانين موجودة، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدراسة فيها ووضعها على يعني منطوق أو مثل ما نقول تصور يحل هذه المشكلة ككل. هناك جهود حقيقة مشكورة لمعالي وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظات. هناك قرأنا أن هناك تنسيق، ولكن هذا التنسيق يجب أن يكون على مستوى المناطق كلها. يجب الإسراع حقيقة من المحافظين عليهم دور كبير في نقل هذه المشكلة وهذه المعاناة، وبتكليف من وزير الداخلية أن تنقل إليه حتى تضع الحلول المناسبة لذلك. ما هي السلبيات في سكن عمال العزاب في المناطق الأهلية؟ أولا هناك اختلاف في العادات والتقاليد. كثير من الأهالي يشتكي من العادات الغريبة العجيبة التي من جميع الدول التي تسكن في هذه المناطق. هناك اكتظاظ في الأحياء الشعبية مما يسبب الضيق، والأهالي كل واحد يقدر يوقف سيارته في وين، خاصة المناطق الشعبية القديمة. عدم صلاحية السكن مما يؤدي إلى سقوط السكن أو ما ينشأ عنه من حرائق. هناك ممارسات للشذوذ والانحراف بكل أنواعه لدرجة تصنيع بعض الخمور في بعض المناطق هذه، وهذه كلها ليست مخفية عن أحد. إذن ماذا نريد من هذه القضية؟ نريد حل، نريد حفظ حق العامل والمواطن. احنا لا ندافع حقيقة عن المواطن فقط، لكن العامل نريد مثلا العامل أن ينتج، يريد أن يبني، يريد يعني له حقوق. لا يجب أن نهين حقيقة بعد كرامة العامل مهما كان. أنا أقترح حقيقة إعادة المشروع اللي اقترحته الأصالة إلى هذا المجلس ويناقش، وإذا كان هناك زيادة أو نقصان ثم يعاد في صياغته إلى الحكومة ونضع حل لهذه المشكلة المؤرقة حقيقة. فأنا أشكرك سعادة الرئيس لإعطائي دقيقة زيادة، ولكن فعلا نريد حل هذه المشكلة من السلطة التنفيذية. شكرا لكم جميعا.